ليه بنحس بالذنب لما نختار نفسنا؟ وهل احساسي بالذنب ده معناه دايما ان انا غلطانة؟ انا آية، ودي قناتي ده كانشس بوند، نتكلم فيها عن علم النفس بشكل عام وعن الوعي الذاتي بشكل خاص. ولو انت دايما عندك شعور بالذنب كمل معايا الفيديو للآخر. النهاردة أنا حابة أكلمكم في موضوع منتشر جدا بين الرجالة وبين الستات، بس هو منتشر في مجتمعنا عند الستات أكتر، خاصة الأمهات. ليه دايما لما باجي أختار نفسي أو أبدأ أحط نفسي أولوية أبدأ أحس بالذنب؟ للأسف ده مش إحساس بالذنب حقيقي، دي حاجة اسمها الذنب المتعلم، او الذنب اللي مخي انا اتسيستم دايما ان انا لازم محطش نفسي اولوية، او ان انا بحط نفسي في اخر حاجة. فلما اجي ابدأ ان انا اختار نفسي الاقي مخي بيقولي ايه، لا اللي انت بتعمله ده غلط. خاصة لو كمان انت لاقي صدى خارجي من الناس اللي حواليك. يعني انا جيت في مرة اخترت نفسي مثلا، او قلت مثلا انا تعبانة مش هعمل الحاجة ديت، او مثلا مش عايزة اخرج الخروجة ديت، او مش الحاجة دي مش مناسبة ليا. فيبدأ ايه، مخي يديني ايرور كده، ايه ده، ايه الانانية دي؟ فيجي حد يقولي انت اصلا ما بتفكرش غير في نفسك. فهوب، الاتنين راحوا ايه، لمسوا مع بعض. فلاقي نفسي قاعد حاسس بالذنب، وانا فعلا غلطت، لا انا مش هحط نفسي اولوية. طيب ايه اسباب ان يحصل عندنا موضوع الذنب المتعلم ده؟ له 3 اسباب. آم، بيجوا طبعا من الطفولة او بعدها. في العلاقات عموما يعني بيحصل للمخ سيستم اسمه الذنب المتعلم. ان المخ بيجي يقول مثلا السكوت ده امان، لكن انا هتكلم مثلا او هحط نفسي اولوية، انا كده في خطر، او ان كده ده غلط. فده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق اول حاجة، واللي داخلة معانا في كل الامراض النفسية، الحب المشروط. ان انت هتعمل الحاجة الفلانية، خلاص تمام انا راضي عنك. مش هتعملها يبقى لا. ببدأ ان انا انسى احتياجاتي واحاول ان انا اعمل احتياجات الناس اللي قدامي. طبعا اتكلمنا قبل كده عن ان الحب المشروط برضو بيطلع people pleaser، والpeople pleaser بيكون عنده مشكلة الاحساس بالذنب المتعلم، لان هو دايما حاطط الناس التانية هي الاولوية. لو تعبان مثلا ومش عايز يخرج، بس الناس خارجين لازم يخرج معاهم، لو مش عارف ايه لازم يعمل الحاجة المناسبة للشخص اللي قدامه. طبعا الحب المشروط من الأهل بالذات بيعمل مشاكل نفسية كتير قوي، وهو تقريبا داخل معانا في كل المشاكل النفسية. تاني حاجة هي، ده بقى مش حب مشروط بس تربية قايمة على تمجيد التضحيات. يعني انت مثلا اتخانقت مع اخوك واخوك خد لعبتك، فخلاص وانت رحت ساكت. شوف انت مؤدب ازاي، حبيب ماما شطور، انت سكت ما عملتش مشكلة. فهنا بدأت ان انا ادي لمخه اشارة، انت لما بتتنازل عن حقك انت كده جميل. فيبدأ ان هو خلاص بيحب التضحية، بيحب ان هو دايما يسكت. طالما الكرة في ملعبه يبقى خلاص هو يسكت ويحل الموضوع. فهنا برضو انا بربي شخص عنده شعور برضو بالذنب، عنده ذنب متعلم، مش هيعرف ان هو في يوم من الايام يقف ياخد حقه او يحط نفسه اولوية. تالت حاجة من الحاجات اللي بتسبب ذنب متعلم هو العلاقات اللي هي بتكافئ الصمت. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو برضو ان انا اسكت في المواقف اللي المفروض اتكلم فيها. حد مثلا يعني واحدة مثلا اتهانت من واحدة صاحبتها، فهي سكتت، تبقى هي ست محترمة. طب هي مثلا، طب لو دافعت عن نفسها، لا دي كده واحدة بقى بتاعت مشاكل. ما خلاص، يبقى هي كده مش كويسة. ببدأ ان انا اخلي
الصمت هو ده الحاجة الكويسة، وده المشكلة ان ده بيعمل كبت. كمان في الجزء بتاع التضحيات، عايزة برضو ازود حتة ان الناس دايما تكافئ الست اللي هي بتضحي بحياتها، وضحي بمستقبلك، وضحي بصحتك، ومش لازم تاكلي اكل كويس، المهم عيالك ياكلوا كويس، وهكذا. احنا عندنا بنمجد البني ادم اللي بيسفلت نفسه في الاسفلت، اللي هو انت متسفلت يبقى انت كده احسن واحد في الدنيا. تعالوا شوفوا مثلا التكريمات اللي بتحصل للأم المثالية. لازم تكون مقترنة دائما بالمعاناة. طب ليه يا جماعة ما ينفعش ان احنا نبقى مثلا ناس عادية مش بنعاني يعني، ونبقى برضو ناس مثالية؟ هل ليه احنا في مجتمعنا المثالية مقترنة بالمعاناة؟ الحاجة الحلوة مقترنة بالصمت. انت بقى يعني اخوك واكل حقك بس انت سكت، فانت كده انت انسان جميل. لا يا جماعة، لا في دين ولا اخلاق ولا علم نفس ولا اي حاجة بيقول الكلام ده. احنا المفروض نعرف حدودنا، ندافع عن حقنا، ما نفضلش طول الوقت حاسين بالذنب. فانا ببدأ واحدة واحدة احط نفسي ايه في الاولويات، ابدأ ان انا اختار. الموضوع مش سهل، انا مش بقول لكم ان انت اول بقى ما هتحط نفسك اولوية هتكون مرتاح، لا، انت هتخش في مشاكل ومش هتبقى مرتاح، والناس اللي حواليك ممكن ما يتقبلوش. بس هو يعني طريق لازم تمشي فيه علشان توصل للنهاية اللي هي هتريحك في الآخر. ف آه، نحاول ان احنا ندي نفسنا مساحة، نحط نفسنا أولوية، نحاول ان احنا لما يكون في حاجة محتاجين نقول عليها لأ نقول عليها لأ، ما نمشيهاش وخلاص عشان فلان ما يزعلش وعلان ما يتعبش و... واهلي صحتهم على قدهم وانا لازم اراضيهم واجي على نفسي. لا، ما بنقولش طبعا ان احنا نبقى عندنا عقوق، انا بتكلم في حاجة انت هنا ده حقك، مش رايح تاخد حق حد تاني. تمام. في الحالة في ناس كتير قوي بتتنازل عن حقوقها، بتتنازل عن حتى عن مشاعرها، وحتى عن الحاجات اللي هتريحها في الحياة اليومية عشان خاطر ناس تانية. ف ده الموضوع اللي انا كنت عايزة اتكلم فيه النهاردة. يا ريت نبدأ نوعى لتصرفاتنا، نبدأ نشوف لو احنا عندنا، لو انا الموقف الفلاني ده احساس حقيقي بالذنب، هل انا فعلا كنت اناني هنا، ولا انا بس ده مخي متعود على السيستم ده فطلع الرسالة دي. فأبدأ ان انا اشوف، آه، افرق بين دي وبين دي. طبعا الوعي هو اول طريق الشفاء. واتمنى ان انا اكون فدتكم بالفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك القناة مع اصحابك المهتمين بعلم النفس والوعي الذاتي. وشكرا، مع السلامة.